السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأسعد الله مساك يا عامر بكل خير. حياك الله. وأول شيء بيض الله وجهكم وجهك. على محافظة التراث الأجداد والآباء، وأنتم أهل لذلك. الله يطول بعمرك من بعدكم. نبغى نعرف منك كيف بدأت الفكرة، وكيف تعاونتوا يا قرية آل خثيم على هذا الموقع الجميل اللي يخص المنطقة كاملة. وسلامتك. سلمت، الله يحييك. أول شيء نشكرك على هذه الزيارة، حقيقة شرفتنا، وهذا من وجهة نظري أشوفه دعم كبير وصولك إلى هذه المنطقة. أما بالنسبة بخصوص القرية، طبعا القرية أنت عارف كانت مهجورة، يعني نتكلم يمكن قبل 6 و7 سنوات. يعني لفت انتباهنا شيء حصل فيه توجيه من صاحب السمو الأمير تركي بن طلال حفظه الله بتنوير القرية. بعدها ظهرت القرية جميلة وشفناها في الليل بشكل جمالي، ثم بعدها بدينا نفكر وانطلقنا من هنا، من هذا المكان هذا يسمونه يرينا الفاضل، وهذه بيوتنا اللي فوق اللي انت تشوفها ما شاء الله. انطلقنا طبعا بفكرة احد الاخوان اللي هو اخوي عبد الله يحفظه يهتم في التراث. انا ما كنت يعني مهتم في التراث كثير، ثم انطلقنا من هذه المنطقة ثم اسسنا هذا المكان. يعني قبل 3 سنوات 4 سنوات سوينا مجلس، صاروا يجتمعون الجماعة، بدأوا يحسون بحب القرية، بدأوا يشوفون يعني شجعتهم شوية، ثم بدينا نتوسع شوية وبدأوا يميل معانا كثير من الجماعة إلى تطوير القرية، ثم بدأ أغلب يعني بنسبة 90% داعمين، فانطلقنا كلنا يسوي بيته، وبدينا نسوي تعاون من الجميع لتضبيط البنية التحتية والإنارة والإعادة صومعة البيوت هذه بشكل جماعي. أما بالنسبة للبيوت كل أسرة مهتمة في بيتها، وتلاحظ الآن كل شغال الحمد لله، ونقدر نقول أنه وصلنا إلى أهدافنا. وأهدافنا بس مو مجرد أن نعيد هذه القرية، بالعكس أهدافنا أنها تكون برضو كمان قرى استثمارية واجهة سياحية، يعني تدعم الاقتصاد، ترفع من نسبة البطالة، وهذا اللي راح تشوفه إن شاء الله في الفترة القادمة في جميع القرى على مستوى المنطقة الجنوبية وعلى مستوى المملكة. الله يعطيكم العافية ويقويكم. وأنتم عملتوا شيء للمنطقة كاملة، وتخدم المنطقة وتخدم قبيلة آل خثيم، وأنتم راعين الأول في كل شيء. بيض الله وجهك. أنا زرت قرى، لكن بدايتكم وهذه ما شفتها إلا عندكم يا آل خثيم. تكاتف، يعني هنا بداية قوة. اللي دعمنا بشكل قوي تكاتف ترابط القبيلة، وطبيعة قبيلتنا تراهم متكاتفين ما شاء الله، ولله الحمد ما شاء الله. وهذا إن دل فإنما يدل على تعاونهم وحبهم، وهذه الثمرة أنت تشوفها الآن. والله شيء يشرف. شكرا لك للمنطقة الجميع. شفتوا لنا وبدايتكم قوية. أنا أتكلم كلام صح. حوالي 4 نواب. والله يوفقكم وشكرا والله لهذه المقابلة. والله يسعد مساك. شكرا. شكرا لك حبيبي. الله. هذه قرية آل خثيم التراثية، ما شاء الله. الله يعطيهم العافية. ومن تبنى هذا المشروع، مشروع والله عظيم، ما شاء الله تبارك الله. ولا تزال الأعمال يؤدونها. شوف شاهد. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية وعلى القوة. ما شاء الله تبارك الله. حياك الله أبو سعد. هذه مجلس قديم. يوسف أبو غانم. ونعم من ألف يا يوسف. من ألف. هذا مجلس جدك. مجلس جدي يوسف. رحمة الله عليه. الله يرحمه. والله يعطيكم العافية. الله يسلمك. قمتوا بعمل يكب ما شاء الله تبارك الله. نعم. يخدم المنطقة كاملة. نعم. وليس قرية آل خثيم بس، منطقة حلبة كاملة ومركز السرح كامل. نعم، وبني شهر ورجال الحجر والمنطقة الجنوبية. ما عندكم خلاف. بيض الله وجهكم. بدايتنا يعني قبل 1.5 سنة بداية أخوي عبد الله، سمعتني،
قمنا ببناء هذا المجلس، ثم تطورنا إلى الساحة، ثم كل من الجماعة قام بعمل منزله. سمعتني؟ بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، كفيتوا ووفيتوا، والله يعطيكم القوة. وهذه عزيمة الرجال بإعادة تراث الآباء والأجداد. نعم. هذه ما يفعلها إلا رجال عظماء. شكرا. أنا أولا فخور أنك جيتنا يا طول العمر، وأخذت يعني جولة، وتصويرك دائما أنا متابعك رائع أبو سعد، فشكرا لك على مجيئك إلينا. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. تحياتي لك. كان جوا، أنا دخلت جوا في المطبخ متأكد. حتى شغل البيبان صراحة أعادوها على طبيعتها ونقشها القديم، ما شاء الله تبارك الله. صراحة قرية تحترم، ما شاء الله تبارك الله. ساعات كان إذا جو الضيوف عن جدي يوسف، سمعتني؟ نعم. فينامون هنا، سمعتني؟ كبرها وكذا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. إن شاء الله هذه مستقبل حنحولها إلى متحف. حلو. يعني متحف يعني في رموز حاجات للحاجات من التراث القديم، من التراث، من الحراثة ومن الطبخ ومن غيره. ما شاء الله تبارك الله. عساكم على القوة. ومنظر على الساحة كاملة، يعني صراحة مجهود يشكرون عليه، مجهود يعني ما هو بسيط. الواحد ينظر على إن الشغلة بسيطة والإعادة بسيطة، لكن والله إنها صعبة. ولكن عزوم الرجال وهمتهم سهلت كل شيء، ما شاء الله تبارك الله. وهذا الباني شوفوا ماخذ حجار قديمة ونازل فيها. طيب إن شاء الله. يا سلام الله لحصن من بناه أحكم قواعده، ثبته وعلى بناه وجاب من شم الجبال ركونه، وانت قدمك وصلبه ويتمعنا في رفايده، واللقي بين الحصى حيد مخالف ما تفيد اللابه، كسره حتى يهب له وجه ويزين البنايا له، والحجارة الدرم لا تبني ولا يا من دمارها، من دخل به يا من ويشرفه واللي بجنبه يا من، والذي يسعى لهدم لا قوي شيله ولا سلام، صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه، صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه، صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه. يا سلامي على قرية من أغلى المنازل والقرى، قريتي ذي بها عشت أجمل أيام عمري والطفولة، في ربها ترعرعنا ومنها دخلنا في الحياة، علمتنا المذاهب والقيم والمبادئ والرجالة، علمتنا حقوق الجار والضيف من قبل الدروس،
يوم كان الرفيق مع رفيقه وجاره وابن عمه، خطار صافيه والحب يملأ الخواطر والقلوب. الله يا ما على جدرانها من جميل الذكريات، الوفا والمحبة والتكاتف في القرية عموما. يوم وقفت فوق طلالها والبيوت اللي خوالي، كان جدرانها تنشدني وين أهلها. يا سلام الله لحصن من بناه أحكم قواعده، ثبته وعلى بناه وجاب من شم الجبال ركونه، وانت قدمكه وصلبه ويتمعنا في رفايده، واللقي بين الحصى حيد مخالف ما تفيد اللابه، كسره حتى يهب له وجه ويزين البنايا له، والحجارة الدرم لا تبني ولا يا من دمارها، من دخل به يا من ويشرفه واللي بجنبه يا من، والذي يسعى لهدم لا قوي شيله ولا سلام. صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه، صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه، صحت يد اللي بنى وصحت يد اللي دمك معه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بيت الشاعر أبو يوسف. لا يا رجال بيت البوقدان. البوقدان عليك نور. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تعاونوا، ويقول لك قوم تعاونوا ما ذلوا. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الحصن في جنبه، وهذا بيتهم. هذه ساحة البوقدان اللي تحت كلها، هذا اللي انت فيه وذا وذا. ايوه ما شاء الله. هذا بيت جد ابوي. ما شاء الله تبارك الله. هذا بيت ابوي. ما شاء الله. هذا بيت جدي الله يرحمهم جميعا. اللهم هذا بيت ابوي وعمي. ما شاء الله. وهذا ابو طاقة كبيرة. هذا جد ابوي. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. عملتوا شيء يبيض وجيهكم، وأحييتوا التراث الأجداد. الله ييسر عمركم ويسهل عمركم. ما شاء ما شاء الله تبارك الله. لا شاهدوا كيف أنتم تشوفونها الآن ضيقة، لكن زمان يشوفونها وسيعة وصدورهم وسيعة رحمة الله عليهم. شاهدوا كيف. ها شوفوا هذه البيوت، شوفوا كلها متداخلة مع بعض. شوفوا ها شفتوا ما شاء الله عليهم، عندهم همة رجال. هذا البيت الأول اللي كنا شو اسمه عند الآخ بيوت الوقدان. شاهدوا الآن رحمة الله على من سكنه. أبشر أبشر. شاهدوها. السلام عليكم. على القوة. شاهدوا مني، شوفوا الغرف هذه جاهزة، هذه ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا كيف، شوفوا كيف الباب صغير، وكانوا عمالقة زمان، شيباننا كانوا عمالقة، لكن الله يرحمهم ويغفر لهم. ما شاء الله تبارك الله. شاهدوا أعادوا وأعادوا اللي تهدم الآن. شاهدوا كيف